ومقاومة حرارة هاد الصيف غادي نحضر معكم عزيزتي عصير منعش غني عن التعريف من اختصاص أهل وجدة اللي هو والشمال كذلك اللي هو باردة. لهاد الغرض غادي نحتاج كأس ديال العصير الحامض، كأس ديال الماء بارد، وكأس ديال الحليب بارد، 3 لتر ديال الماء، 3 المعالق ديال سنيده حامضه، وكميه محترمه ديال السكر اللي غادي نعوضو بستيفيا. ما غادي نديرش السكر باش نخلي العصير ديالي صحي ويمكن لينا ناخدوه حتى حنا لما لا، حتى اصحاب السكري علاش لا، حتى واحد ما يتحرم. كأس الحليب الشرط الاساسي في هذا العصير هو كأس الماء بارد في الاول، وكأس الحامض بارد مزيان، كذلك كأس ديال الحليب مع 3 المعالق ديال سنيده حامضه ومعلقه ديال ستيفيا باش نخليه صحي. غادي نخلط العناصر كامله دفعه واحده. هانتوما غتشوفوا معايا كأس ديال الحامض، كأس ديال الماء بارد مزيان، كأس ديال الحليب اللي حتى هو ضروري يكون بارد باش العناصر ما تكللش معايا. غادي نخلط العناصر مزيان، عاد غادي نضيف الحليب باش ما تكللش معايا العناصر بحال اللي قلت لكم. سنيده حامضه، واحد الكميه ديال ستيفيا، معلقه صغيره ديال ستيفيا. غادي نمزج العناصر مزيان مزيان. وعاد غادي نضيف الحليب وانا تنخلط باش ما يكللش معايا هكذا. هذا هو اللون الاصلي ديالو، ما بغيتش نضيف لا نكهات، المفروض نضيف النكهه الحامض، بغيت نخليه طبيعي 100%، ما بغيتش نضيف حتى نكهه. وغادي نضيف لترونس ديال الماء الاول وانا تنحرك. ولتر ونص الثاني ما غادي نكملوش باش نخلي العسل ديالي مركز شيئا ما. غادي نضيف غير لتر اخر، ما غنضيفش لتر ونص باش نخلي العصير ديالي شويه مركز وانا تنوصل التحريك. وها هو اجمل عصير صباح جاهز معايا بكميه وفيره. هذا هو اللون الطبيعي الاصلي ديال العصير. هاد المرحله اللي بغى يضيف النكهه ديال الحامض غادي يضيف واحد المعلقه صغيره، ما كاين حتى مشكل. غادي نعمرو في القراعي وغادي نحتفظ به في الثلاجه، وعند الحاجه غادي نجبدو وغادي نقدمو. هكا صباح العصير جاهز معايا. وهذه هي الكميه المحصل عليها من عصير بارده عزيزاتي، 3 لتر بالتمام والكمال. تشربوا وتعاودوا، نتمنى يرقكم من اعجابكم واستحسانكم.